السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة ان شاء الله وصفة العيش الفينو بحشوات مختلفة. يعني من النهاردة خلاص مش هتشتري العيش ولا تدوري على الحشوات بتاعته تاني. احشيه بأي حاجة متاحة عندك وباللي اولادك بيفضلوه. بما ان خلاص المدارس على الابواب، كل سنة وانتم طيبين. تعالوا مع بعض نشوف عملنا العيش ده بالحشوات بتاعته ازاي. بس يا ريت لأول مرة يشوفنا ويشاهدنا متنساش يحط لنا لايك واشترك في القناة ويفعل زر الجرس. صلى على الرسول ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف مكوناتنا ايه. معايا بولة هحط فيها كوباية مية دافية، مش عايزاها لا سخنة ولا ساقعة، انا عايزة كوباية مية دافية. وهحط عليها معلقتين خميرة، هعمل تيست للخميرة بتاعتي عشان اضمن ان الخميرة نشطة وتتفاعل مع العجين تمام. احط معاها معلقتين خميرة وهحط عليها معلقتين سكر، وهقلبهم مع بعض كويس وادمجهم واغطيهم واسيبهم يتفاعلوا مع بعض عشان اتاكد ان الخميره بتاعتي نشطت. معايا ايه تاني؟ زي ما انتوا شايفين كده معايا ده تقريبا 500 جرام دقيق، نص كيلو بما يعادل 3 كوبايات معياريه. نص كيلو عليه كوبايه ميه دافيه تمام. هنزل عليهم بالخميره زي ما انتوا شايفين عملت فقاعات كده، واتاكدت ان الخميره بتاعتي خمرت. هنزل عليهم بالخميره واديهم تقليبه كويسه. معايا ايه تاني؟ معايا علبة زبادي كبيرة 180 جرام، لو حابة تستغني عنها وتضيفي لبن براحتك، حابة تحطي معلقتين لبن بودرة براحتك، كلها قيمة غذائية لولادك. حابة تستغني عنها برضو براحتك، دي حاجة راجعة لك انتي. هنا كمان ضفت نص معلقة ملح، وهبتدي ادمج المكونات كلها مع بعض واديها تقليبه كويس. في المرحله دي كلها انا بستخدم المعلقه، لحد دلوقتي ما اشتغلتش بايدي. ادمج المكونات ونشوف هنعمل ايه تاني. هنا ابتديت ان انا اعجن العجين بتاعي. اهم حاجه في العجين ان انت تجيبي دقيق كويس ويكون ليه عرق قوي. انا هنا مستخدمه ماركه الضحى، وبراحتك انت الدقيق اللي انت تستخدميه اهم حاجه يكون دقيق متعدد الاغراض. ابتدي اعجنه واعجنه كويس وابتدي ازود الميه حبه بحبه. كل ما الاقي الدقيق ابتدى ينشف معايا ازود له. انا محتاجه العجينه بتاعتي تكون بتلزق. اهم حاجه ان العجينه بتاعتي تكون مخدومه كويس في العجن عشان العيش ما يبرولش مني او يبقى طعمه طعم البيت. لو قعد معاكي يوم واتنين وتلاته يديكي نفس النتيجه. هنا انا حطيت تقريبا ربع كوبايه زيت على العجينه بعد ما عجنتها كويس عشان الم العجينه بتاعتي زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. بعجن العجين كويس. اهم حاجه تعجنيه عشان العجين بتاعك يديكي نتيجة كويسة. في المعجنات بالذات لازم العجين يتعجن كويس. شايفين العجينة تنت ورا لحد ما نعمت خالص ونضفت البولة بتاعتك او الطبق، وابتدى قوامها يبقى ملمسها ناعم كده وبتلزق حاجة بسيطة زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. كل ما تعجني العجينة كويس هتديكي نتيجة احسن. بزود بقى شوية زيت، مسحة زيت صغيرة على الوش عشان اغطيها واسيب العجينة بتاعتي تخمر. في الوقت ده يا جماعة لو الجو برد هتسيبيها تقريبا من ساعة لساعة ونص أو ساعتين على حسب درجة حرارة الغرفة. بما إن الجو حر أنا تقريبا هسيبها نص ساعة بالظبط وهرجع أشوفها عملت إيه. يا دوب دهنت الوش وزي ما انتوا شايفين ملمس العجينة سلس وناعم جدا. هغطي بقى العجينة بتاعتي واسيبها تخمر وتخمر ونرجع لبعض تاني. العجينة بتاعتي كانت خمرت تمام شايفين، اللهم بارك، خمرت وعليت جدا. ده نص كيلو دقيق زي ما قلت لكم. هبتدي الم العجينة وافرغ منها الهواء وانزل على الرخامة بتاعتي واشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجة هبتدي ان انا اعملها على هيئة اسطوانة او رول زي ما انتوا شايفين، وليكوا حرية الاختيار. ممكن تعمليها مربع وتقطعيها حسب ما انت حابة. اهم حاجة تقطعي قطع العجين بتاعتك قطع متساوية. ابتديت ان انا اقطع قطع العجين بتاعتي كده تقريبا وزن البضايه او بالظبط 60 جرام، كل قطعه 60 جرام. انا هعمل مقاسين مختلفين، هعمل مقاس صغير وهعمل مقاس كبير، وهوريكم ان العجينه هتختمر وهتديكي نتيجه كويسه جدا وهتديكي حجم رغيف كويس جدا. شوفوا معايا للاخر. اتمنى اللي وصل هنا لحد اللي وصل معانا هنا للفيديو تنساش يحط لنا لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هبتدي بقى اقطعها كلها زي ما انتوا شايفين كده. حاولي ان انت تقطعيها قطع متساويه. شايفين ادي كميه العجين هتطلع معانا كميه حلوه جدا. تقريبا هتطلع معاكي بما يعادل من 26 ل 27 رغيف، حجمهم كويس جدا. انا في المرحله دي كل ما بلاقي العجينه لان هي ملزقه بدهن ايدي دهنه خفيفه زيت. ما بدهنش العجينه يا جماعه، انا بدهن ايدي بس دهنه خفيفه خالص زيت.
بالطريقة دي. هبتدي بقى اجيب صينية كبيرة وادهنها رشة زيت بسيطة وارص عليها كمية العجين اللي احنا عجناه. طريقتها بسيطة وسهلة جدا، نتمنى ان انتوا تجربوها، هتوفر لكم كتير وهتعمل معاكم كمية حلوة جدا. من نص كيلو دي هتشوفوا احنا عملنا قد ايه. بصوا انا هنا كنت جبت صاج من بتاع الفرن، بصوا رصيتها اللهم بارك عامله قد ايه. دي زي ما قلت لكم حجم كبير وحجم صغير، وهسويهم الاتنين مع بعض، هياخدوا نفس السوا، هياخدوا نفس الوقت في التخمير، مفيش حاجه هتفرق معانا خالص. شايفين؟ انا هبتدي بقى اغطيها بكيس بلاستيك او بستريتش زي ما انتوا حابين، وهبتدي اجيب فوطه نظيفه واغطيها واسيبها ترفع لتاني مره. لازم العجين يخمر معاكي لتاني مره. هنيجي بقى هنا للحشوات بتاعتنا المتاح لك. انا هستخدم جبنه ولانشون، انت ممكن تستخدمي سلامي، لحمه مفرومه، بواقي فراخ، اللي انت عايزاه. ممكن تستخدمي شاورما، اي حاجه متاحه، نوتيلا، مربى، اللي انت عايزاه اشتغلي بيه. الحشوات دي تبع ما اولادك تحب وتبع ما اولادك تفضل. هبتدي اخد اول كوره عجين انا قطعتها وافردها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. هفردها على هيئه يعني مش هفردها مدوره، هفردها على هيئه مستطيل كده، وابتدي اشدها لقدام. السمك بتاعها تقريبا سنتي. هحط بقى جبنة على لانشون زي ما انتوا عايزين برضو. الكمية دي بتاعتكم وتبع تفضيلكم وتبع راحتكم، حابة الحشو كتير حابة الحشو قليل. ممكن تحطي جبنة رومي، ممكن تحطي جبنة كيري، ممكن تحطي جبنة مثلثات، ممكن تضيفي مع الجبنة زعتر، زيتون، روزماري، اللي انت حباه. اللي انت حباه ممكن تعملي، ممكن تستخدميها فاضية خالص ويبقى عيش فينو وتحشيه بالوصفات بتاعتك اللي انت حباها اشتغلي بيه. وبلفها كده رول زي ما انتوا شايفين، وبحاول ان انا اقفل الجوانب واقفل القفله بتاعتها كويس عشان ما تفتحش مني في السوا. لازم تتكي على التقفيله بتاعتها الاخرانيه. بالنتيجه دي هتطلع معاكي كويسه جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها، اهم حاجه تقفلوا الاطراف زي ما اتفقنا. ده شكل العجين بتاعنا. هعمل معاكم واحده تانية. بصوا بحط الحشوه في اول العجين وابتدي الفها رول كده، وانا بقفل بتك على الاطراف العجين وابتدي اتك على الاخر بتاعها من تحت كده. طريقتها سهله وبسيطه جدا، مش هتكلفك اي حاجه ولا هتكلفك اي مجهود. يعني انت ممكن تعملي اللي انت هتحتاجيه كل يومين ثلاثه، هتشيليه في قلب الفريزر. كل ما تحبي تطلعي هتطلعي لولادك في الميكروويف او في الفرن، هتسخنيه وياخدوه معاهم في اللانش بوكس. وصفات سهله وبسيطه جدا، هتوفر لك في الوقت والمجهود والميزانيه. وصفات كلها اقتصاديه ليكي ولاولادك، وطبعا هتعملي حاجه نظيفه انت ضامناها بمكونات بسيطه جدا بما متاحه في اي بيت. طبعا ما فيش بيت ما فيهوش لانشون وجبنه ومستلزمات الفطار. تمام. انا هنا زي ما انتم شايفين كده كنت قفلت خلاص. هبتدي بقى اعمل الكميه بتاعتي كلها وارجع لكم تاني. هنا كنت خلاص خلصت الكميه بتاعتي زي ما انتم شايفين. عملتها ورصيتها في قلب صاج، ما دهنتش الصاج اي حاجه ولا زيت ولا اي حاجه خالص. يا دوب حطيت بس كده العيش بتاعي زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي ان انا اغطيه واسيبه يخمر في مكان دافي. مدة الخمر بتاعته قد ايه؟ تتراوح ما بين نص ساعة وساعة، حسب ما انتي عايزة العجين حسب ما انتي شايفة العجين بتاعك خمر ازاي. انا هنا زي ما انتوا شايفين هغطيه كده، هغطيه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. ادي العجين بتاعي بعد ما خمر، شايفين الشكل بتاعه اللهم بارك، تضاعف حجمه. ادي كمية العجين بتاعتي تضاعفت جدا، مش صغيرة ولا حاجة، بس شايفين معدل ان الرغيف بتاعه كبر ازاي. شايفين؟ هنا كنت انا حطيتها في خلاص كان خمر، خدتها وولعت الفرن. ممكن تستخدميها في فرن البوتاجاز، تستخدميها في فرن الغاز. انا استخدمتها في فرن البوتاجاز، بياخد تقريبا 120 180 درجة في فرن البوتاجاز. في الفرن الغاز بياخد له تقريبا 10 دقايق، واطي من تحت واطي من الجناب زي ما انتوا شفتوا. شايفين العيش بعد ما طلع اللهم بارك نتيجته حلوه جدا. ادي بعد ما طلع بتغطيه بحاجه وتسيبيه شويه، الصهد بتاعه بيطري لانه بيبقى طالع من الفرن ناشف شويه. وادي الكميه بتاعتنا كميه وفيره جدا من نص كيلو دقيق. اتمنى ان وصفتنا تكون عجبتكم وتكون نالت رضاكم. وادي شكل العيش بتاعنا طري. تعالوا كمان نفتحه ونشوفه مع بعض. شايفين شكله؟ حاجة جميلة جدا وموفرة جدا واقتصادية. أتمنى أن وصفتي تكون عجبتكم وتكون نالت رضاكم واستفدتوا ولو بمعلومة بسيطة جدا منها.
وادي شكل العيش النهائي. اظن مفيش احسن ولا اروع من كده، وكلها حاجات في البيت انت ضمناها عامله ازاي. كل سنه وانتم طيبين، يا رب تكون مدارس سعيده عليكم وتشوفوا اولادكم احسن ناس تتمنوها. وان شاء الله اشوفكم في وصفه جديده تانية باذن الله، تكون وصفتي عجبتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله، مع الف سلامه في فيديو جديد تاني ان شاء الله.